من اخطر التقارير اللي اتعملت على الوضع في مصر، تقرير اللي عملته CNN بالعربي واللي مقرها الامارات عن السيسي والوضع الاقتصادي في مصر. هذا التقرير فيه تصريحات في غاية الخطورة عن تعامل الامارات مع السيسي كمتسول. حكاية كانت السعودية وهو مرمي تحت رجل اخوه. نهج خليجي جديد للمساعدات كيف يؤثر على مصر وما موقف الجيش. كيف يؤثر على مصر وموقف الجيش. أرسل السيسي في فبراير رسائل إلى حلفائه الخليجيين قائلا في القمة العالمية إن أهم نقطة هي الدعم من إخواتنا، وكان يشير إلى الدعم بعشرات المليارات التي تلقتها مصر من دول الخليج الغنية على مدار العقد الماضي. غير أن الدائنين الخليجيين يغيرون الآن الطريقة التي يقدمون بها الدعم المالي لحليفهم في شمال إفريقيا، ويبتعدون عن الدفعات غير المشروطة وودائع البنك المركزي، ويتجهون لابتلاع البلاد، الحصول على حصص كبيرة في بعض أصول مصر المميزة. وطالما كان العديد من تلك الأصول تحت سيطرة البيادة في مصر والجيش وهو عملاق اقتصادي والعمود الفقري لسلطة المجرم، وينظر الجيران إلى مصر على أنها أساسية للاستقرار الإقليمي، وقد وجدت في كثير من الأحيان يد المساعدة من الدول العربية الأكثر ثراء. لكن هذه المرة يريد الحلفاء الخليجيون خاصة السعودية والإمارات رؤية عوائد. تم التعبير عن التحول الواضح في السياسة من قبل محمد الجدعان وزير المالية السعودي، اللي قال في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير الماضي أنهم اعتادوا على تقديم منح وإيداعات مباشرة دون قيود، لكنه لم يذكر المستفيدين تحديدا. نحن نغير ذلك بينما نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع أننا نريد لرؤية الإصلاحات. كل الكلام ده مش جديد، كل الكلام ده حضرتك بقيت عارفه، المواطن البسيط والمواطن المثقف كل بقى عارفه. أروح بيك للتصريح الأخطر لجمال الجروان، أمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين. افتكر الاسم ده، جمال الجروان. قال جمال سيف الجروان أمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين الدوليين، أكبر تجمع لأكبر مستثمرين دوليين في الإمارات، قال تصريحات مباشرة لشبكة CNN: مصر مهمة لدرجة لا يسمح بسقوطها، وستحظى دائما بدعم الإمارات. لكنه أضاف أن الطلبات المتكررة للمساعدة للشحاتة يمكن أن تختبر صبر الإمارات. بالعودة مرارا وتكرارا للحصول على القروض قد تفقد ماء الوجه من جهة، ومن جهة أخرى قد تفقد المصداقية. قد تفقد ماء الوجه من جهة، ومن جهة أخرى قد تفقد المصداقية، اللي هي جملة يلعن أبو شحاتك. ما بقاش عندك مية في وشك وما بقاش عندك أي مصداقية. الشحاتة المتكررة تجعلنا نفقد صبرنا، وطلب القروض يفقد ماء الوجه. الشخص ده جمال ده الذراع الرئيس لمحمد بن زايد في الاستثمار او شراء الشركات. اعلام الامارات بيلقبه بسفير الاستثمار الخارجي، يعني مش راجل صغير، ناهيك ان مفيش حد في الامارات ممكن يتكلم كده. سفير الاستثمار الخارجي. محمد بن زايد بياخده دايما في سفرياته وفي لقاءاته، وكان حاضر في لقاء محمد بن زايد مع رئيس وزراء المغرب أخنوش لما كان في كلام عن الاستثمارات الخارجية. كان حاضر هذا اللقاء جمال سيف الجروان أمين العام لمجلس الإمارات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ده الراجل اللي بيوزع الاستثمارات، اللي بيقوم بالصفقات، وهو ذراع رئيس، وكلامه مش اعتباطي ولا هبل. كلامه مش اعتباطي ولا هبل، اللي هو خلاصته بلغ السيل الزبا. جمال هو المسؤول عن الاستثمار في مصر. حلوة كلمة الاستثمار دي، اللي هو شراء اللحم الحي. وكان ليه تصريح خطير نشرته كل وكالات الأنباء والوكالة الرسمية في الإمارات عن حجم الاستثمارات اللي هتتضاعف. جمال: تتراوح قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ما بين 16 ل 20 مليار،
ونسعى خلال السنوات القادمة لإيصالها ل 35 مليار، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري الواعد. تصريحات امتى؟ 26 اكتوبر 2022. 26 اكتوبر 2022. ده جمال السيف جروان اللي بيقول لك انه الطلبات المتكرره تختبر صبر الامارات. يعني احنا وصلنا بعد 4 شهور من هذا التصريح، بيتحدث عن البلد التي اصبحت متسوله على ايد السيسي، بعد ان كانت تلك هي كلماته عن الاستثمار في مصر. التحول يبدو لاول وهله انه سريع جدا، لكن التصاعد كان ببطء. ايضا حضورنا نحن نتاكد ان الزخم الاستثماري الاماراتي في استمرار. نحن اليوم وصلنا ارقام يعني تعتبر الاعلى عالميا على مستوى المستثمرين في جمهوريه مصر العربيه. الارقام تتراوح بين 16 الى 20 مليار وفي تزايد. نحن الاول عالميا في جمهوريه مصر. الامارات ركبت البلد. تخيل بقى اسرائيل، يعني الامارات ظل اسرائيل، تخيل بقى اسرائيل. جمال الجروان ايام اللي ما كانش فيها لسه، قبل ما يشتم البلد عن طريق المجرم اللي بيحكمها، قال ان السبب في توسع تلك الاستثمارات التشريعات اللي سنها السيسي في بلد اللي لا فيها قانون ولا قضاء ولا برلمان ولا برطمان. تلك التشريعات اللي سهلت بيع كل شيء في مصر. حقيقة إذا تطرقنا نحن اليوم على ما نهدف إليه خلال ال5 سنوات الجاية، أن نرتقي بهذه الأرقام إلى تصل مثلا على الأقل 35 مليار دولار. في هناك طبعا تجديد في البنية التشريعية في جمهورية مصر نراقبها من كثب. سعيدين كمجلس الإمارات المستثمرين بالخارج ما نراه على الأرض الواقع، بأن الحكومة المصرية حقيقة لم تبخل في الجهد في تجديد هذه التشريعات. طبعا ده كلام الليل اللي مدهون بزبده. الراجل ده كلامه مش كلام راجل عادي. الراجل ده مفتوح له قصر السيسي، والسيسي كان لسه من كام يوم بيشيد بواحده من شركاته، بيزور فرعهم في احد المعارض، شركه دراجون اوبل. كان بيزورها لسه من ايام قليله جدا. المجرم والحرامي وطارق الملا وزير البترول وسعادة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اوبل، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ده واحد من العيلة الجروان. بس بالمناسبة، بس عشان تبقى عارف، لسه مديهم من كام شهر حق التنقيب في مصر. حق التنقيب في مصر. بقول لك الإمارات قسما بالله ركبت البلد. هو مع هذا يعني هي المستفيد الأكبر. هو مع هذا وصلوا لمرحلة انك خلاص بقى انت أرقت وجهك وفقدت مصداقيتك وانت بتختبر صبرنا. مع ان دايما في مصر كانوا بيستشهدوا بكلام هذا الرجل. كان بيستشهدوا بكلامه. الرئيس السيسي يصدق على ترخيص للبحث عن البترول وتنميته بخليج السويس. دي شركة من شركة دراجون اوبل ايجيبت هولدنج، نشرت الجريدة الرسمية. بص انت تعرف القرار في الجريدة الرسمية، بس كده تصحى في الجريدة الرسمية. فالشخص ده غير عادي وكل الابواب مفتوحة ليه في مصر. جمال الرجوان، جمال سيف الرجوان، اللي قال لك بالعودة مرارا وتكرارا الحصول على القروض قد تفقد ماء الوجه من جهة، ومن جهة أخرى قد تفقد المصداقية. الطلبات المتكررة للصدقات والمساعدة يمكن أن تختبر صبر الإمارات. أرجع أكمل لك تصريحاته الخطيرة والمهينة حقيقة عن الوضع في مصر. هوريك التصريح المهين الثاني اللي نشرتها في حوار مباشر CNN بالعربية، واللي مقرها الإمارات. قال إيه جمال الجروان؟ باقي تصريحات. وقال الجروان: مصر بحاجة لإجراء إصلاحات. عشان أوريك إن كل الكلام كان كذب وتدليس.
وفي بعض الأحيان قد لا تحظى تلك الإصلاحات بشعبية كبيرة. مقاومة الجيش لعرق الجيش، يعني إن الجيش يفرط في العرق بتاعه، أمر طبيعي، لكنه سيشرع في الخصخصة لإنقاذ الاقتصاد. قال لك يعني ما قدامكوش خيار، غصب عن اللي خلفوكم. التغييرات ستجعل البلاد أقوى بكثير وأكثر انضباطا وأكثر إصلاحا. الإمارات تراقب جهود الخصخصة في مصر، كله بقى بيراقب البلد اللي راحت قيمتها للأسف الشديد. الإمارات تراقب عن كثب، زي ما صندوق النقد بيراقب عن كثب، والبنك الدولي بيراقب عن كثب، وزي ما إسرائيل تراقب عن كثب، لأنها تريد زيادة حصتها من الاستثمارات في البلاد من 20 ل 35 مليار على مدار السنوات الخمسة القادمة. شراء أصول احنا حاطين عنا عليها، ونأمل في تجاوز هذا الرقم في النهاية. دول الخليج دفعت مصر لقبول شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بالخصخصة. الإمارات لا تتدخل في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، لكن المصريين يستمعون إلينا عن كثب. الجيش المصري تصرف كقطاع خاص لسنوات. دعم الاقتصاد دي جملة ملهاش محل من الإعراب، دي بتتقال بس إيه عشان يليس على الجمل المنيلة اللي هو بيقولها، لأنه النتيجة في النهاية لو الجيش تصرف طيلة تلك السنوات لدعم الاقتصاد ما كانش الدنيا غرقت. لو كان الدعم الاقتصاد الجيش اتصرف لابتلاع البلاد اللي فكرت انها تخرج عن طوعه، والله جزرة وقطمها جحش، جزرة وقطمها جحش. وكل هذه الجمل المهينة والمذلة لا تعبر إلا عن جزء من الحقيقة. ده الرجوان اللي كان بيستشهد بيه في الإعلام في مصر على إن مصر بخير والاقتصاد حلو وتمام وإحنا ماشيين في الطريق الصحيح. أفكرك بس بتصريحاته 2018 إن مصر بتسير على الطريق الصحيح، واللي راحت على الطريق الصحيح دخلت في الحارة الضلمة ليه؟ طلعت فوق سطوح الواد حمادة ليه؟ ده في 2018. طبعا الطريق الصحيح اللي خلاها تركع بهذا الشكل للإمارات وللكل كليلة. كانوا بيجيبوه الجروان ده في الإعلام والقنوات وإن مصر زي الفل وفي الطريق الصح. ما فيش حاجة، ده يا ابني مصر ماشية مظبوط، يا ابني مصر ماشية مظبوط. اليوم الساعة دعارة إعلامية. كل الناس دي عارفة الحقيقة ومارست التدليس على هذه العصابة وعلى هذا الشعب. والإمارات كانت قصده فعليا ان مصر تركع بهذا الشكل، لان ما كانش ليهم امل الا بركوع مصر. وعبد الخالق عبد الله سقطت من لسانه قبل كل هؤلاء الكلمات المعبره عن الوضع. مستشار ابن زايد عشان كده احتفظوا بالمجرم طيله تلك السنوات. هم اللي احتفظوا المجرم؟ طبعا هم اللي احتفظوا المجرم. المجرم من غير انبوبه الاكسجين اللي امتدت طيله تلك السنوات من السعوديه والامارات. عبد الخالق عبد الله قال الحكايه من بدايه، لكن انتوا سمعتوها وبلعتوها عملتوا نفسكم مش شايفين لحد ما وصلنا للنيله اللي بقت فيها البلد دي. قال لك كان بيقعد تحت رجلين اصغر دوله في الخليج كالمتسول. كالمتسول. حاكم مصر خاضع عند اقدام حكام الخليج. حاكم مصر خاضع عند اقدام حكام الخليج. السيسي رغم ازدراءه للخليج الا انه اصبح حاكم لمصر بفلوس الخليج، ويتسول الآن عند أقدام ملوك وأمراء وسلاطين الخليج. هذه اللحظة لحظة الخليج، عشان كده كان لازم مصر تركع. هات لي العنوان الأولاني بتاع الأولى بالله عليك عشان بس أجيب للناس التاريخ. مش جايبين التاريخ. الكلام ده من 5 سنين مثلا، من 5 سنين. دلوقتي لحظة الخليج، لحظة انهيار مصر. أبو ظبي أصبحت مدينة عالمية، ورغم أنها أصغر دولة خليجية إلا أن لديها تأثير أعظم من مصر. أبو ظبي مش الإمارات. يذكر أن الدول الخليجية أسهمت في الإطاحة بالرئيس الشرعي قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وعملت على دعم المجرم رئيسا بالقوة. ده كانت الحقيقة. لكن الإجرام اللي كان بيحصل في البلد على هواه، كان الإمارات هتسيطر إزاي على القطاع الصحي في مصر؟ مستحيل. الإمارات كانت هتبتلع تلك الشركات العملاقة إزاي في مصر؟ مستحيل. الإمارات إزاي ياخد ابن زايد رئيس مصر تحت كتفه؟ مستحيل. الإمارات إزاي تدينا الدرس وتعلم علينا وتتحكم في القرار في مصر؟ كل ده كان مستحيل لولا المجرم. لولا المجرم
فطبقوا معاه نظريه اللقطه الشهيره بتاع عيال كبرت اديله ده حظه ماشي، اديله ده حظه ماشي. كمل لك مع CNN وتقريرها الخطير عن الوضع في مصر والعلاقه في الخليج. وافقت مصر على عدد من الاصلاحات غير المسبوقه، تبني سعر صرف مرن مش حقيقي، مرن مش حقيقي بدليل ان حضرتك اهو كل اسبوعين هنفضل على هذا الموال. وللاسف الارقام دي اقرب مما تخيلوا، الناس هتترحم على ايام ال30 وال35. كان التقدم للوفاء بهذه الشروط بطيئا. المقاومة كانت من قبل الجيش، المؤسسة التي تظهر باعتبارها الخاسر الأكبر في اتفاقية صندوق النقد، كأن الجيش شيء منفصل عن تلك البلاد. النظام في حالة صراع، ده حقيقي. الجيش حقق أكبر المكاسب، وبالتالي لديه الكثير ليخسره في هذا الصراع وفي تلك الصفقات الانصياع لصندوق النقد والحاجات اللي بتتاخد دلوقتي. الجيش أكبر خاسر. بقول لك احنا في دولتين، دولة العبيد ودولة الجيش. لكن يحتاج السيسي في نهاية المطاف للحفاظ على العمود الفقري لنظامه موحدا وراءه وهو الجيش. ده كلام مين؟ تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، في تصريحات للCNN. الآن هذا ما يتم التفاوض عليه بين السيسي وجنرالات الجيش. من سيتخلى عن ماذا؟ وأين سيقع هذا العبء؟ لو هو ترجمة للجملة الحرفية، عرق الجيش مين هيجيبه لنا؟ عرق الجيش مين هيجيبه لنا؟ دي الخناقة اللي حاصلة دلوقتي. عرق الجيش مين هيجيبه لنا لما نفرط في الحاجات دي؟ قال لك مجلس الوزراء هيبيع حصص، اتكلمنا عنها. بمناسبة البرلمان اللي بيتكلم عليه جمال انه عمل تشريعات سهلت للامارات انها تعمل اللي هي عايزاه، وهذا كذب بواح. كل القرارات دي لم تأتي الا من المجرم. جمال في ضمن الاكاذيب بقول لك بيتقال يعني شريحة بسيطة جدا من الحقيقة. ما قالش ان البرلمان ليه ملوش لازمة ولا ليه اي قيمة، وشوية طراطير، قسما بالله شوية طراطير، واكبرهم طرطور. تخيل برلمان لما بيرأسوا صاحب حكم التاريخي بتاع سعودية تيران وصنافير. طراطير دي تبقى مجاملة مننا بس عشان دخول الشهر الفضيل.